ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نعمل غدا الموسم. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه مولد النبي. معايا هنا الكوسه. طبعا الكوسه دي احنا جايبينها من الارض زي ما انتم شايفين كده، شكلها جميل جدا، طازه حلوه كده ومنظرها يفتح النفس. هقورها معاكم بالجمال اللي انتم شايفينه ده. هقورها كده واحاول اديها شكل كده من بره كده معايا بالمقوار، بتبقى حلوه وجميله جدا وهي طازه كده وجايه من الارض لسه فريش. معايا بتنجان كده اسود وموف، ملوخيه خضراء. ابدا ان انورهم معاكم بالشكل والجمال ده. معايا هنا حبه سمنه كده على النار في صينيه، معايا بصل وفلفل حامي اديهم تشويحه حلوه كده معايا، وابدا انزل معايا كده بالبهارات. انا متعوده احط البهارات كده معايا على البصلايه، بتديها طعم وريحه حلوه قوي قوي. معايا كزبره ناشفه، ملح وفلفل، شطه، وانزل معايا بعصير طماطم. وهنا الخضار معايا كده كنت جهزته خلاص كده، غسلته ونضفته خلاص على الحشو. معايا هنا حمام بالجمال اللي انتوا شايفينه ده كده. تسلم ايدين اللي عملت واديتهولي حبيبتي، كل سنه وهي طيبه. هحشي الحمام معاكم كده بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. معايا ميه كده على النار، هنزل بفلفل اسمر، بصل كده مبشور، ورق لورا، حبه كده من الحبهان، وابدا انزل بالحمام معايا لحد ما يستوي كده بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. هجيب المحشي خلاص كده، ابدا احشي المحشي واجهزه كده معايا لما الحمام يستوي. كل المحشي خلص كده معايا، وابدا ان انا انزله كده على النار. بياخد حوالي نص ساعة الحمام معايا كده سواه على النار، عشان ده الزغاليل ما بياخدش وقت كبير معاكم. خلي بالك عشان ما يفرقعش منك في المية. خلصت المحشي، هبدأ احط الزيادة كده بتاعة الشوربة معايا بالجمال ده. معايا هنا حلة فيها شوربة، اعمل معاكم بقى ملوخية خضراء، بتبقى حلوة وجميلة جدا جنب الاكل بالقوام اللي انتوا شايفينه ده كده. ابدا اعمل لها طشه معايا معلقه سمنه بلدي، معلقه كده من الثوم الناعم، حبه من الكزبره الناشفه، واديها احلى طشه زي ما انتوا شايفين كده. خلصت خلاص الغدا كده معاكم بالجمال ده. ابدا ارص بقى كده الملوخيه والمحاشي اللي انا عملتها والحمام. يا رب الفيديو يكون خفيف وعجبكم كده، وتقولوا لي رايكم بالفيديو. ما تنسوش تعملوا اشتراك على قناتي على اليوتيوب واعجاب على الفيسبوك، وتقولوا لي رايكم ايه في الفيديو بتاع النهارده. وكل سنه وانتم طيبين.